السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة هيبقى بخصوص النادي الأهلي وكابتن بيبو. بالمناسبة في ماتش الأهلي وبيراميدز، طبعا ماتش ملوش أي ستين لازمة، على ما طبعا كلنا عارفين الرابطة واتحاد الكرة أو اتحاد الكوسة أجل الماتشات المهمة كلها اللي بعد حسم الدوري. فبدأ كل الماتشات اللي زي الماتش المصري، ماتش بيراميدز، ماتش الزمالك ملهمش لازمة، فخليها بقى ماتش ملهوش أي لازمة ولا ليه لازمة الكلام عنه. وطبعا هو كده كده هينتهي بهجمة مرتدة للأهلي في الماتشات، كلنا عارفين أسلوب كولر اللي هو الهجمة المرتدة في الماتشات القوية، وبيعرف يخلص الماتشات. المهم اللي أنا عايز أتكلم عليه كابتن بيبو. وكلنا سمعنا كلام إسلام صادق وهو بيتكلم إن هو خلاص فتح خط مفاوضات قيادة حسام غالي مع زيزو، وحطله 30 مليون جنيه. بس انا عايز اعرف بقى، انت يعني مفيش عندكوا يعني حد بيبص كده ويشوف فيه لعيب ما عادش قدامك الا الزمالك؟ دي يعني انت شايفه كده صح؟ وترجع تعيطوا تاني لو الزمالك خد اي حد من عندكوا، ترجعوا تعيطوا او اي بيراميدز حتى خد نادي من عندكوا، بترجعوا تفضلوا طول لغاية دلوقتي بتعيطوا على رمضان وعبد الله السعيد؟ في ايه؟ هو انت مش فيكوا عينين خلاص تشوفوا اي لعيب مميز كده وتجيبوه؟ لازم تروحوا شغل على رأي تركي الشيخ. والله انتوا ده مش شغل نادي خالص، ده مش شغل إدارة نادي. ما تخلي عندكوا دم. وفي ايه يا ولاد؟ مش كفاية علينا احنا عندنا مرتضى منصور وممدوح عباس، هيكون انتوا كمان؟ ايه العك ده اللي احنا فيه؟ مش عارف، اقسم بالله ما عارف ايه العك اللي انتوا بتعملوه ده. طب ما تاخد رؤى بالمرة ومحمد عبد الغني، اشمعنى يعني عايز تاخد زيزو وفتوح والونش وسيبلنا مين يعني؟ هتسيبلنا هتبقى مبسوط انت لما تسيبلنا رؤى وعمرو السيسي ومحمد عبد الغني ومحمد صبحي؟ وهتبقى مبسوط انت كده؟ ولا الفلوس اللي الدولة بتديها لكم جوية قلبكم كده؟ تقول لزيزو هديك 30 مليون، والإعلانات إمام عاشور هو واخد 25 مليون، وإعلانات صافي الأرباح لياله وكل حاجة. ايه؟ ايه يعني في ايه؟ هقولك على حاجة يا اسطى. استنى استنى بحث. خد يا اسطى المفاتيح، مفتاح النادي، مفتاح أوضة مكتب مرتضى منصور، وفي مفتاحين هنا بتوع الحمامات، في بتوع الحمامات اللي مرتضى منصور زلنا بيهم كل شوية، في هنا مفاتيح هنا كمان. فخد كده واطلع بقى على دماغنا وانزل على دماغنا بقى. ما مش هنقضيها بقى طول السنة، كل سنة ولا كل 6 شهور هتاخد نجم الفريق؟ في ايه؟ الله، خرب بيت دي ظروف دي حوار. مش خلاص هتجرفنا بقى؟ ما تخلي عندكوا شوية دم، ولا شوية من الأحمر زي اللي انتوا لابسينه كده، وشوفوا لعيبة وطلعوا لعيب. أنا مش هطول يا جماعة في الفيديو، بس أنا الصراحة اتخنقت. مش كل شوية بيبو عاجبه إمام عاشور، بيبو عاجبه زيزو، وفلوس بقى مش تعبان فيها. فلوس جا الدولة بتديهم براحتهم. يعني احنا اعلانات كل الاهلي، ايه الاعلانات؟ يعني مفيش لعيبة في الزمالك؟ ايه الجرف ده؟ اعلانات ومليارات عشان بيبو ما بيعرفوش، ادارة الاهلي ما بتعرفش تفكر ولا عندها عند بص على لعيبة تختار لعيبة، بدها تختار تنجي اللعيبة. يعني فضوا الاسماعيلي واتنجروا بقى على الزمالك. الاسماعيلي ما عادش فيه لعيبة مميزة، نشوف بقى الزمالك عشان يبقى احنا ما فيش غيرنا. مش عايز كلمة تطلع مني يا جماعة غصب عني، بس بصراحة الكرة المصرية رايحة في انحدار تام، انحدار تام بسبب المسؤولين عن الكرة المصرية. يعني واحد معزول اهو، بقالنا سنة بيتكلموا في عزله، وهو برضو المتحكم في النادي، ويقولك محدش يقدر يأذن. وسايبين ده كله على هوا ناس عشان الأهلي يسيطر براحته، والأهلي مفيش حد يقدر يقف قدامه. وده على هوا الناس المسؤولة اللي هما ماسكين الكرة في مصر، مبسوطين كده.
انا مش هتكلم بقى كتير وعشان الواحد زهق بصراحة. اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة، يا ريت، مش هتخسر حاجة. انت كمان والله ما هتخسر حاجة، اشترك في القناة ولايك كده الكبير اللطيف بتاعك. خلينا نشوف، قول لي رأيك في الكومنت. يلا سلام.